هنتكلم مع بعض عن قصة جميلة خالص. اللي مستعد لسماع القصة يسكت خالص. من زمن شرهم أمان، لكن يونان ما سمعش كلام ربنا وافتكر إنه ممكن يهرب بعيد عن عينيه. أنا إيه اللي يوديني نينوى؟ وأقول لأهلها اللي هم أعدائنا الكلام ده؟ هنشوف لي حتة تانية أروحها. امسك يا ريس! ارمي ايوه كده! اربط معي على البركه! يا ريس على فين يا عم؟ احنا طالعين على ترشيد! يا عم إن شاء الله تكونوا رايحين فين؟ المهم ما تكونوش رايحين نينوى. يلا تعالى ادفع اجرتك واطلع على المركب. في مطره والريح ابتدت تقوم. لم القلع ده ريح شدت قوي. المركب هتتكسر يا رجاله. يا ريس المركب بقى زي الريشه في الموت. امشي معايا شد القلاع. فين يونان يا رجاله؟ ارمي الحاجات اللي مالهاش لازمه عندك. يا اخوانا فين يونان؟ حد يشوف لنا في اي حته. اهو كان نايم تحت. كان نايم والمركب هتغرق صلي وادعي كلامك يمكن ينقذنا من الغرق والموت. احنا بس عملنا ايه عشان يجرالنا كل اللي احنا فيه ده؟ لازم واحد فينا عامل حاجه غلط. ايه رايكم نعمل قرعه ونعرف مين السبب ونرميه في البحر عشان كلنا ننجى من الموت؟ ايوه نعمل قرعه. يلا نعمل قرعه. هي القرعه. القرعه وقعت على يونان. قول لنا ايه اللي انت عملته وايه اللي بيحصل لنا بسببك؟ انت بتشتغل ايه؟ انت من انهي بلد ومن انهي عيله؟ أنا عبراني، يعني من بني إسرائيل. وبصراحة أنا خايف من ربنا اللي قادر على كل شيء، اللي عمل البر والبحر. وايه اللي مخوفك منه؟ ايه اللي عملته وخلاك خايف كده؟ الصراحة أنا هربان منه. وليه بس تعمل كده؟ دلوقتي نعمل ايه معاك عشان البحر يهدى؟ ها اتكلم. ده الموج بيعلى والبحر مالوش كبير. أحسن حاجة إنكم ترموني في البحر، ساعتها البحر هيهدى وأنتوا تنجوا من الموت، عشان أنا عارف إن العواصف دي كلها قامت بسببي. لكن المراكبية ما سمعوش كلام يونان ولا رموه في البحر زي ما طلب منهم، لكن حاولوا يطلعوا على البر. جدفوا للبر يا رجاله. يلا ايد واحده كلنا. هيلا مش فايده يا رجاله. الموج بيعلى اكتر والبحر بيهيج زياده عن الاول. نعمل ايه بس يا رجاله؟ يا رب نجينا عشان يعيش الراجل اللي معانا ده. وما تحملناش ذنبه وهو بريء. مفيش قدامنا حل عشان ننقذ كل الناس اللي في المركب غير ان نضحي بيونان ونرميه في البحر. يظهر هو ده الحل الصحيح. اتفقنا. يلا بينا. غريبة، البحر فعلا ابتدى يهدى من أول ما رمينا يونان. لازم نعمل حاجة، نقدم لله ذبيحة ولا ننظر نادي. وهو في جوف الحوت شكر يونان الله. أنا استنجدت بالرب بدقتي فاستجاب لي، ومن جوف الأرض دعيت فسمع صوتي. لما حسيت إني ضعيف افتكرت إلهي فرفعت لك صلاتي. وفضل يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. بس لأن الله بيحب يونان جدا ورغم كل اللي حصل أمر الحوت في اليوم الثالث إنه ينزله على الأرض حي. وساعتها عرف يونان إن الله حنون وبيحبه برغم عنده.
وراح يونان لمدينة نينوى زي ما ربنا أمر، ودخل المدينة ومشي فيها مسيرة يوم واحد بس. يا أهل نينوى، يا أهل المدينة العظيمة، اسمعوا كلكم، بعد 40 يوم المدينة كلها هتخرب. يا أهل نينوى، يا أهل المدينة العظيمة. قوموا قوموا يا أهل البلد، قوموا قوموا بينا نصوم ونلبس هدوم الحزن والندم. مش معقول، ده حتى الملك كمان لابس هدوم الحزن والندم. كل الناس تسمع وتنتبه. في أوامر من الملك لكل الناس. محدش من الناس ياكل ولا يشرب. مش بس الناس، ده كمان البهايم والغنم والبقر. وعلى كل الناس والبهايم يلبسوا المسوح، دليل الحزن والندم، ويدعوا ربنا وهم بيتوبوا عن شرهم والظلم اللي ارتكبوه، عشان الله يرحمنا ويرجع عن غضبه فما يموتناش بأمر من جلالة الملك المعظم. وفعلا ربنا تاب على أهل نينوى وقبل توبتهم وعدل عن العقاب اللي كان عايز يعاقبهم بيه، وهو خراب بلدهم. مش معقول، ايه اللي بيحصل ده؟ بقى بعد ما ربنا يخليني اجي واحذر الناس واقول لهم انه هيخرب بلدهم يرجع ويسامحهم؟ نبي ايه ابقى انا دلوقتي؟ مش ده يا رب الكلام اللي انا قلته وانا في بيتي؟ وعشان كده هربت ورحت ترشيش. انا كنت عارف انك اله رحيم وعطوف، مش بسرعه بتغضب، واحساناتك كتير وبترجع عن العقاب. خليني اموت دلوقتي، انا الموت احسن لي من العيشه دي. في الوقت ده الله كلم يونان وقال له إن ملهوش حق يغضب الغضب ده. قام خرج يونان من نينوى ونصب لنفسه حاجة تضلل عليه وقعد يتفرج على اللي بيحصل مع الناس. الشجرة عمالة تكبر وتضلل عليا. أخيرا في حاجة كويسة ربنا بيعملها معايا. وتاني يوم الفجر طلع يونان يبص على الشجرة، فلقى إن دودة جت وقرضتها فنشفت ودبلت، فحزن يونان. ياه، الشمس سخنة أوي، أنا تعبت منها، ما كنتش قادر أقف على رجلي من الحر. هتاخدني بقى يا رب وتريحني، أنا الموت أحسن لي من العيشة دي. وكلم ربنا يونان وسأله إن كان عنده حق يزعل عشان الشجرة اللي طلعت وماتت في يوم واحد. أمال يا رب، طبعا ليا حق أزعل عليها وأموت من الزعل. وقال الله ليونان إنه زعلان على الشجرة اللي ما تعبش فيها ولا رباها، اللي يدوب عمرها ليلة واحدة. وهو كمان لازم كان يزعل على شعب نينوى اللي يجوا أكتر من 120,000 بني آدم مش دريانين بعيشتهم، ده طبعا غير البهايم اللي ملهاش عدد. إذا عجبوا القصة يا أصحابي، إذا عجبت القصة يقول هي. مش سامع. إذا عجبته القصة يقول هي. برضه مش سامع. إذا عجبته القصة يقول هي. دلوقتي صباح الخير يا أولاد. درس التاريخ النهارده عن مغامرة جديدة، لكن المغامرة دي ما حصلتش لا في بر ولا في نقول مع بعض يا أصحابي. طبيعي
أنا فين يا ترى أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين؟ أنا فين يا ترى أنا فين؟ أنا مش عارف أنا فين؟ مش شايف أنا فين؟ مش شايف أنا فين؟ انت مين يا اخينا؟ من اي سفينة؟ انت مين يا اخينا؟ من اي سفينة؟ يوه يا حكاية طويلة أنا اسمي أنا وفي يوم من الأيام نقول مع بعض يا أصحاب. يروح بلد جميلة البلد اسمها نينوى اللي يروح بلد بعيدة البلد اسمها نينوى والناس اللي فيها عنيدة كان اللي عند الدواء والناس اللي فيها عنيدة كان اللي عند الدواء لكن أمر الرب كان عليا صعب لكن أمر الرب كان عليا صعب قررت أهرب في سفينة وأروح لأي مدينة قررت أهرب في سفينة وأروح لأي مدينة البحر يجعلنا نفسنا وحدينا البحر يجعلنا ولقينا نفسنا وحدينا البحر يجعلنا نفسنا وحدينا البحر يجعلنا ولقينا نفسنا وحدينا عملنا قرعة علينا ضرب المذنب السفينة وبعدين قرروا يرموني والبحر يسلوني لياليها العجب انقبض الساعة السبعين. لياليها العجب بس انقبض الساعة انا لو كنت بحلم ما كنتش عامل زيك لو كنت بحلم كنتش عامل زيك أنا فعلا غلطان يونان كان غلطان. مخي عطلان كان مخه أنا عطلان. فعلا غلطان كان مخي عطلان مش هعمل زي زمان مش هيعمل كده تاني. خليك زعلان مش هعمل زي زمان ولا خليك زعلان مش هخليك زعلان مش هخليك زعلان مع بعضينا كلنا. احنا انبسطنا قوي النهارده يا اصحابي ان انتوا كنتوا معانا النهارده في فتره يونان